بقول لك ايه يا عروسه؟ ايه يا ماما؟ هو انت ايه اللي انت لابساه دوت؟ ماله يا ماما؟ لبسي حلو جميل اهو. ايه اللي جمله؟ فين لبس العرايس؟ وكل شويه تروحي تعملي استشوار وتغيري لون شعرك. هو ايه؟ خف شويه على ابني، خف شويه. الفلوس بتدفع كتير قوي كده من ساعه ما دخلتي. يا ماما ما عملتش حاجه من يوم فرحي، ما عملتش اي حاجه. ما عملتيش اي حاجه؟ امال شعرك اتغير لونه ليه؟ والروج اللي انت عماله تحطيه ده خفي شويه. يا ماما أنا لسه عروسه جديده بقى وكده انت فاهمه. عروسه جديده؟ شوفي شغل بيتك احسن لك. طب وانا ماما قصرت في حاجه؟ ومش عارفه اللي انت عاملاه في نفسك ده يا شيخه، ده انت عامله زي ولاد الشوارع. اجري 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 من قدامش. تكسري بخاطري ليه يا ماما؟ بس ما اقصدش حاجه والله، بس ليه بتعملي بقول كده؟ لك ايه، ما تعمليش غلبانه عليا، انا مش ناقصه. انا قلبي وجعني لوحده. كتر خيره، ما اعرفش مستحملك على ايه ولا بيحبك على ايه. حاضر يا ماما. اتفضلي يلا شوفي الشقه فيها ايه يلا. بصي يا عمر، انا مش عاجبني طريقه مامتك اللي بتعاملني بيها دي. بتعاملك ازاي يعني؟ يا عمر كل ما تشوفني لابسه حاجه عامله حاجه انت مش عارفه ايه، وفري لجوزك اعملي لجوزك استشوار شعر مكوى، انا ما بعملش الحاجات دي. وبعدين لو بعملها يعني انا عروسه جديده لسه طيب ما تقولي حاضر. اصل احنا عندنا هنا في طبعنا في العيله بتاعتنا لازم نقول حاضر للام اللي هي الحامه، فاهماني؟ فانت مش لازم لسانك الطويل ده وما تردش عليها وقولي لها حاضر ونعم. يا عمر والله انا مش برد عليها، مامتك مامتي وعلى دماغي، بس انا ما اقصدش، انا اقصد تكلمني بطريقه احسن من كده. معلش حقك عليها، المره الجايه تبقى تقدم لك الطاعه والولاء زي ما بيقولوا كده، وتبقى انت راضيه. عمر بالله عليك نفسي تفهمني وتتعامل معايا كويس. خلاص يا هدير والنبي قولي لها حاضر ونعم هي واختي. انت عماله تعملي ايه في الدولاب؟ مفيش يا ماما، طلع هدوم عشان خارجه مع عمر. خارجه مع مين يا ماما؟ خارجه مع عمر يا ماما. هو النهارده مش الجمعه؟ بيتهيألي ده النهارده الاثنين لسه. طب ماشي، هو كنا مخنوقين شويه قلنا نخرج نتمشى. لا يا حبيبه قلبي، ليكي يوم واحد في الاسبوع تخرجي فيه مع ابني، مش كل شويه زني على ودانه وعايزه اخرج وعايزه زهقانه. ما ينفعش، فلوس ابني بتصرف بره على الكافيهات اللي انت بتخشيها. ازاي يا ماما؟ احنا مش متأيدين، معلش احنا نخرج في اي وقت، احنا ما ينفعش يبقى لنا يوم محدد، احنا حابين نخرج فهنخرج. وبعدين انا اصلا محافظه على فلوس عمر، ما بنخرجش نروح في حته، احنا بنتمشى بس في الشوارع وبنيجي. ليه يا حبيبتي؟ انت ايه اللي خانقك هنا؟ القعاد هنا يوم الجمعه بس خروج. وايه الجلابيه دي؟ دي جلابيه ماما. ماما سايباها عندي هنا. لا الجلابيه دي تلزمش، عجبانش ومقاسي كمان. يا حماتي ما تغلاش عليكي، بس بتاع ماما. طبقي الهدوم بتاعتك دي واقلعي الهدوم اللي انت لابساها دي والبسي هدوم بيتي يلا عشان تخشي تعملي الاكل. حاضر يا حماتي. وانت كمان والله يا بنتي، وانت كمان بتوحشيني. لا مراتي مش هنا. الجواز والله شويه حلو وشويه وحش. خلاص تمام. ايه يا حبيبتي؟ بتكلم مين؟ ده كان واحد صاحبي. انا واقفه بالي شويه يا عمر وسامعه انت بتكلم واحده. بصراحه كده مش هكذب عليك يعني، دي معرفه قديمه وموضوع كنت بقفله، انت عارفه يعني. انا بدات معاكي حياه نظيفه وقلت خلاص اللي فات ده انا رميته ودفنته ومش هفكر فيه تاني. فحقك عليا يا حبيبتي، انت بنت الاصول اللي تستحمل جوزها. دي غلطه صغيره كده مش هتتكرر تاني يعني، والانسان خطاء انت عارفه وربنا بيسامح، وانا وعدك مش هتتكرر تاني خالص. طب انت ليه كلمتها تاني؟ ده انا كنت بخلص موضوع قديم، عماله تزن اعمل ايه؟ بتخلص موضوع قديم بتتكلم في خصوصيات بيتنا؟ هي مالها؟ اتجوزت ايه؟ حياتكم ماشيه ازاي؟ مش عارفه ايه هي مالها. خلاص يا حبيبتي موضوع مش هيتكرر تاني، سامحيني يعني. خلاص اوعدك مش هتتكرر تاني الموضوع ده خالص يعني. ماشي يا عمر، هنشوف الكلام ده بعدين. بيكلم واحده عليكي؟ طب وانت بيقول لي اتاكدتي؟ معرفه قديمه. انا عاتبته بس كان في الهادي يعني، ما عملتش شوشره ولا اتكلمته وقلت له خلاص ماشي. يعني هو اللي قالك ان هو بيكلم واحده؟ لا ما قاليش، انا دخلت عليه سمعته بيتكلم بالصدفه، عدتها له مره واتنين فلقيته بيتمادى فيها، مش عارفه. طب هو مقصر معاكي في البيت؟ مقصر معاكي في مصاريف؟ مقصر معاكي في حاجه؟ لا مش مقصر في اي حاجه. طيب خلاص يا هدير، يعني عدي الموضوع. بص احنا كلنا شباب وبنغلط، بس لما بنعترف بغلطنا مفيش مشكله. ايه اللي انت بتقوله يا سيد؟ ما عشان الحياه تمشي والبيت يمشي والدنيا تبقى تمام. هو الراجل لو بيتكلم من وراك هنقول ماشي. سيد المفروض ان انا جايباك انت اخويا تسندني وظهري عشان لو جوزي بيعمل حاجه تصده. حاضر انا هكلمهولك، بس انت ما تحاوليش انك برضو ايه تقفلي الدنيا قوي، انت فاهمه؟ انا لما عرفت ما قفلتش الدنيا، انا اتعاملت بكل عقل وما لا تنشنت قصاده ولا عملت اي حاجه. طيب تمام انا هكلمه، بس انت اهدي بس كده مفيش اي حاجه. هي ماما بالله عليك حرام عليك. حرام عليا وانا هو انا هجيبها ولا ايه؟
انا تعبت من كتر الشغل وما انتش قادره، يعني راعي ان انا في اخر شهر ليا ما ينفعش. يا اختي كنا حوامل زي كده وكنا بنعمل كل حاجه، ده احنا كنا بنقعد على طش العجين بنعجن كده اهو، وطش الغسيل بنغسل. يا حماتي زمن غير زمن. دلوقتي الغساله الاوتوماتيك اللي ريحتكم، ولا العيش الجاهز دلوقتي اللي بقيتوا تجيبوه. حرام عليكي اللي انت بتعملي فيا، كفايه بقى. عملت فيك ايه يا بت؟ يلا خلصي، عايزه اغسل السجاد النهارده. حاضر يا ماما حاضر. عمر طمني، الواد كويس؟ كويس يا حبيبه قلبي، انت اهم حاجه تقومي بالف سلامه كده، الواد كويس وزي الفل، وانا هنزل اجيب لك حاجات كده من تحت عشان تتقوتي كده، وماما تعمل لك الاكل اللي نفسك فيه كله. هم حطوه في الحضانه اللي خالتي قالت لي عليها؟ يا حبيبتي ما تقلقيش من اي حاجه، سيبيه على الله، كله هيبقى زي الفل. يلا انا نازل. ماشي. هبعت لك امي. ماشي. سلام. ده ايه ده ان شاء الله؟ ايه يا ماما؟ ما تتعد لي كده، انت ايه مش ولدتي خلاص الحمد لله؟ الخياطه تعبانه يا ماما والله ما قادره اقوم. الف سلامه، ما الخياطه هتتعبك طول ما انت نايمه في السرير، الحركه حلوه. بقول لك ايه اسم سيد اللي انت اخترتيه ده؟ اكيد اخوك اللي قالك سمي سيد على اسمه. بالله عليك يا ماما مش وقته، انا تعبانه، بالله عليكي بالله عليكي ريحيني شويه بالله عليكي. ما هو ابني خايب عشان كده بيحبك، سمي على اسم اللي انت عايزاه. طب قومي يا حبيبتي، يلا اتحركي كده، يلا قومش. حتى ما وانا والده يا ماما مش رحماني يا ماما، الرحمه حلوه، ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده. ما الرحمه حلوه ان انت ترحميني، انا تعبانه، انا مش هقدر اخدمك انت والبيبي اللي جاي لي دوت. حاضر يا ماما، اللي انت عايزاه هقوم اعمله لك. حاضر. ما انت لو كنت بتاكلي وبتتغذي كويس ما كانش الواد دخل الحضانه. نصيبه يا ماما من عند ربنا، ما كل الاطفال بيحصل كده معاها، ايه المشكله يعني؟ طب يلا يا اختي خلصي واطلعي، يلا مستنياكي بره على الباب، يلا. عايزه اشكرك جدا يا شيري على اللي انت عملتيه معايا. بطلي بس العبط اللي انت بتقوليه ده، مفيش صحابي يا حبيبتي بيشكروا بعض، انسي الكلام ده اصلا. طبعا انت جدعه جدا، انت وقفتي معاه في فتره الحمل وبعد الحمل، ورضا ما كان في الحضانه كنت انت اللي بتروقي البيت. يا عمر دي اختي، سيبك عن الكلام ده. ونعمل اخت بجد يا شيري والله، حبيبتي. ربنا الاعلم. انا اول مره اشوف ان انا اشوفك كويسه انا اول مره اشوف بجد صاحبه بتحب صاحبتها اكتر، يعني اكنها اختها يا ابني كده. طبعا انا ماليش غيرها طبعا. ولا انا ليا غيرها والله يا عمر. طيب قومي دخلي الاكل بقى يا حبيبتي واعملي لها حاجه تشربها. حاضر حاضر. لا ما تتعبيش نفسك، خليكي قاعده. لا ما تتعبيش نفسك. ما تقلقيش. طب اساعدك في حاجه؟ لا يا حبيبتي خليكي. بقول لك انا مش هقدر ازود كلام عن اللي مراتي قالته، بس انت بنت جدعه وكويسه وطيبه فيكي صفات حلوه كتير. حبيبي ما يعني تقولش حاجه زي كده، مراتك دي اختي، يعني ده واجبي نحوها ان انا اقف جنبها اساعدها في اي وقت هي محتاجاني فيه، ده الطبيعي عليا اصلا يا عمر. طب انا كنت عايزك في موضوع كده بس يكون سر ما بيننا. طبعا قول الموضوع ايه؟ طبعا يعني صاحبتها وقريبه ليها، بس دي حاجه بيني وما بينك بصراحه كده. انت عارفه يعني ان بعد الحمل الزوجه بتقعد 40 يوم بعيد عن جوزها وانا مش عايز اغلط بصراحه كده، انا معجب بيكي جدا، وفي الحلال ان نكتب عرف انا وانتي بس بعيد ان مراتي تعرف، يعني تعرف ان انا بحبك من اول مره شفتك فيها كنت معجب بيكي بس جدا. بس انت لسه بتكمل، انت اتجننت ولا ايه؟ طيب في ايه؟ انا بقول لك انا عايزك في الحلال يعني. حلال ايه وحرام ايه؟ انت اتجننت يا عمر ولا ايه؟ ازاي تبص لي اصلا؟ انت عارف ان انا صاحبه مراتك؟ طب وطي صوتك. انا مش صاحبتها، انا اختها، انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ طيب خلاص اعتبريني ما قلتش حاجه وطالما انت حره خلاص. انا بس كنت بتكلم ان انا مش عايز اي حد من اللي بره يلف عليه ولا يلف عليا ونعمل مشكله. بقول لك يا عمر، بقول لك كنت ايه؟ قلت زيتنا في ايدينا يعني. مراتك مش مقصره معاك في حاجه. لا مقصره. وايه المشكله لما تستحملها لحظه ولادتها؟ ولا انت بقى عامل زي الرجاله اللي ما بيملاش عينها غير التراب؟ خلاص ملوش لازمه، وطي صوتك خلاص، اعتبريني ما قلتش حاجه. منوره انا هي مسايبها لك. هو انا المفروض ان انا ما اقولكيش حاجه زي كده عشان خاطر ان انا خايفه على بيتك وعلى جوزك، بس انا برضو خايفه عليكي وعلى بيتك، يعني انا في حيره ما بين ان انا اقولك وما بين ان انا ما اقولكيش، بس بصراحه قررت ان انا اقولك. يا بنتي اتكلمي من غير اي مبررات، اتكلمي انا هفهمك في ايه. بصي هدير جوزك اليوم اللي انا كنت معزومه عندك فيه قعد يقول لي ان هو معجب بيا وكان عايز يتجوزني ويتجوزني عرفي. عمر عمر مستحيل يفكر في كده يا شيري، في ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هدير انا مش هكدب عليكي، انا بقولك اللي حصل من عمر بالحرف الواحد، والحجه اللي كان بيقولها اصل مراتي بقالها 40 يوم وانا ما بعرفش اجي جنبها وكلام زي كده كتير. انا طبعا لما زعقت له وطلعت فيه قال انا غلطان ان انا اقولك، وطبعا هو مش مستنيني، يعني هو اكيد فكره ان هو مع اكتر من واحده والكلام ده كله فهو مش مستنيني، بس هو بما انه عينه زايجه فعينه زاجت على صاحبتك عادي جدا، وهو ما يعرفش ان انت مش صاحبتي، انت اختي، فعمري في يوم من الايام ان انا اخونك، ولو اخر راجل في الدنيا عمري ما اجي ناحيه جوزك ولا ابص له اصلا. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت دلوقتي اصلا معمول لي بلوكات من عندك، فاكيد اللي عمل كده جوزك،
تصدقني ما كنتش بتظهري عندي اونلاين. طيب معروفه اهي، وانا ما بعرفش اتواصل معاكي ولا بعرف اكلمك ولا بعرف اعمل اي حاجه لان انا معمول لي بلوكات. طب والمفروض بقى ايه الحل في الكلام ده؟ اول حاجه انا بشكرك جدا ان انت طلعتي امينه واختي جدعه بجد ما وصمتيني. تقوليش كده، ده الطبيعي، ده تمام. الطبيعي اللي انا اعمله. بس عمر انا مصدومه منه، ازاي عمل كده مثلا؟ بفكر انه يقول لك كده، يعني انا مش مقصره معاه في حاجه، عادي عارفة. زي اي واحده طبيعي وانا ولدت رديت عليه وخدت وقلت 40 له يوم. مراتك مش مقصره معاك في اي حاجه، وايه المشكله يعني اما تستحملها؟ بس هو معلش هو راجل دني، هو بيفكر في نفسه وبس. فانا كان لازم ان انا اقول لك بصراحه، انا ما قدرتش ان انا ما اقولكيش وما اعرفكيش حاجه زي كده وحقيقته، عشان تعرفي على الاقل تاخدي حذرك منه. تسلمي يا شيرين، ما تحرمش منك بجد، وانا هتعامل انا مع جوزي. ربنا يقويكي ويعينيك عليه بجد. انا مش عارفه انت هتتصرفي مع البني ادم ده ازاي. خير اسيبك انا اقوم امشي بقى. ايه يا عمر؟ يا دودو اتفرج على الفيلم ده جامد جدا. ما هو جامد، شايفاك مبسوط يعني. يا حبيبتي ربنا يبسطك على طول دايما. يا رب انا وانت. هو انا مفرحاك ولا انا بغم عليك؟ طبعا يا كده؟ حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. طب ممكن بعد اذنك تركز معايا شويه، عايزه اتكلم معاك. اتكلمي انا سامعك. انا مش هينفع اتكلم وانت مش مركز معايا. اما اكسر الشاشه ولا اعمل ايه؟ حاضر، يعتبر التلفزيون مش شغال. خير. هو ايه الكلام اللي انا سمعته دوت يوم ما كانت شيري موجوده عندنا على الغدا بلاش اقول، انت عارف انت قلت لها ايه؟ كلام ايه؟ انا ما اعرفش انت بتتكلمي عن ايه. والبلوكات اللي اتعملت لها من على تليفوني. ما اعرفش، انا مسكش تليفونك اصلا. ما بتمسكش تليفوني. استني اشوف حد مين بيخبط. ده كان حد كده تقريبا خبط غلط. خبط غلط ولا انت حبيت تتهرب من الكلام؟ لا انا ما اتهربتش، انا كنت سمعت الباب بيخبط فعلا. طيب ما ردتش عليا بقى، ايه الكلام اللي انت قلته لها ده؟ انا ما قلتش لحد حاجه. هي هتستفاد ايه لما تيجي تكذب عليا او تقول لي حاجه زي كده؟ انت عارف ومتاكد ان انت قلت لها كده يا عمر؟ ايوه قلت لها كده. ايوه قلت لها كده. طب وازاي الكلام ده يا عمر؟ انا قصرت معاك في ايه؟ ايوه انت عارفه انت عملت ايه. انا من بعد الولاده بتاعتك دي احنا شهرين ما كناش بنقعد مع بعض، وانا برضه يعني انا مش ببرر اللي انا عملته، انا غلطان، بس مش هتحصل تاني يعني، معلش. وده مش مبرر كافي ان يخليك تعمل كده. معلش انا برضو دي كانت يعني مش واحده غريبه عنك. انا دايما صايناك وعمري ما قصرت معاك في حاجه، بس انا مش عارفه ليه انت تفكيرك بيوصلك لحاجه زي كده، وانا عمري ما انا طيبه دايما معاك وبسامحك. المره اللي فاتت سامحتك وعديت لك الموضوع، ولا اللي هو في حاجه ما بيبطلهاش؟ لا يا حبيبتي حقك عليا ومش هتتكرر تاني صدقيني. هو موضوع بس كان لحظه شيطان، وزة شيطان كده، والواحد كان بعيد عن ربنا، ودلوقتي انا بصلي وعمري في حياتي ما هغلط تاني. عمر ممكن اقول لك على حاجه؟ اتفضلي. حط نفسك مكاني، لو انا اللي مكانك دلوقتي انت هتسامحني؟ لا انت ست وانا راجل، انا مرضهاش، وبعدين انا ما عملتش حاجه، ده كان كلام بس يعني، وعمر الست ما تتكرم براجل في حاجه زي كده. انا بغير عليك وما رضاش حاجه زي كده، انما احنا كرجاله حيث ربنا غفور رحيم يا حبيبتي. يعني ممكن تكون حاسس بالنار اللي جوايا صح؟ طبعا، بس انا قلت كلام بس لحظه شيطان كده، انما انا ما عملتش اي حاجه غلط تغضب ربنا ولا كلمتها في حاجه وحشه. سبحان الله، الشيطان ما بيجيش الا عشانك بس. سامحيني واخر مره، صدقيني بصي نبدا صفحه جديده ومفيش اي حاجه تحصل بعد كده تاني. خلاص بقى صافيه لبن، احلى دودو في الدنيا، والنهارده هنطلع نتعشى بره يا ستي. مشكلتك ان انت بتثبتني، ومشكلتي ان انا بحبك وراضي على عيشتي معاك وبكمل وما بتكلمش. معلش، هي دي بنت الاصول اللي تستحمل جوزها لحظه شيطان يعني. ايه ده؟ هو عمر راح فين؟ ايه يا عمر؟ ايه يا بابا؟ بتعمل ايه؟ ده انا فاتح نت. يعني قايم من جنبي في نص الليل عشان تفتح نت؟ فاتح فيسبوك على واتساب كده يعني. انت 24 ساعة ماسك التليفون؟ يعني جت على الشوية اللي هننام فيهم برضو تقوم من النوم عشان تمسك التليفون؟ يا حبيبتي معلش كنت ببعت حاجة كده في شغلي يعني. طب ما توريني الحاجة اللي انت بتبعتها. لا دي قلة ثقة عشان تمسكي تليفوني يعني. لا يا حبيبي انا بثق فيك طبعا، بس لا ممكن اشوفها؟ مش هينفع تمسكي التليفون. طلقني يا عمر. ايه؟ طلقني. يعني ايه اطلقك دي؟ بتتخلى عن جوزك يعني وعايزه تدمري حياتك في ثانيه كده بسبب الشك؟ طب خلاص هات تليفونك اشوف.
وانا مش هديكي تليفوني. طب يبقى اتطلق. بصي، انا هديكي مهله تفكري قبل ما تخربي بيتك، وساعتها بقى تشوفي انت هتعملي ايه. مش عايزه افكر في الموضوع، انا عايزه اتطلق. دي قصه فيلم حقيقيه وهي مش عارفه تتطلق ولا تكمل. جوزها خاين اكتر من مره، عدت له موقف واثنين وثلاثه واربعه. هل هي تمشي بمبدا الزوجه، تمشي بمبدا بقى ان انا عشان بيتنا يتخربش هعدي اللي فات، ولا اللي فات طبعا ما بيغيروش حتى لو كان هروح اكل عند اهلي عيش بملح زي ما بيقولوا امشي الدنيا؟ انتوا مع انهي مبدا؟ انت رايك ايه؟ انا بصراحه شايفه ان في اللي فيه حاجه عمره ما بيغيرها. ده انا اتعاملت مع ناس كتير كده فعلا ولاحظت ده، اللي فيه حاجه ده عمره ما بيتغير منه نهائيا يعني.